يا اهلا بيكم معانا النهارده وصفه فطاير اقتصاديه من غير لبن ومن غير بيض ومن غير زبادي. هتطلع معاكي هشه وقطنيه وفي منتهى الجمال، وفي تركايه هتخليها بتلمع كده ومكرمله من بره ومن جوه، مش هتحتاج اي حشوه، تبقى هي محلونه ومغمسه لنفسها. بص السوا عامل ازاي، طالعه مكرمله من الفرن، ان شاء الله تعجبكم. بصوا هتطلع معاكي في منتهى الجمال ومن غير اي افتكاسات ولا اي اضافات. يلا بينا نشوف وصفتنا. ان دلوقتي معانا نص كيلو دقيق، حطيت عليه باكو خميره، معلقه سكر، معلقه بيكنج باودر. بص من غير اي حاجه قلبتهم على بعض، نزلت بالميه واحده واحده، بدات اعجن الم العجينه. هنا بعد العجينه ما اتلمت نزلت بمعلقتين كبار زيت او 3 معالق. بدات بص اعجنها حلو، كل ما تعجني العجينه حلو كل ما تبقى ايه، جميله معاكي وهشه. دي من غير لبن ومن غير اي حاجه. لو وصلت لغايه هنا ما تنسيش اختك باللايك والاشتراك. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه ودي قناتي، اتمنى تدعموني وتشتركوا فيها. ماشي، هنبداوا نفطروا ونعجنوها كده كده اتعجنت خلاص، هنسيبوها تخمر نص ساعه ونبداوا نشكلوها. بتقطعها لكرات صغيره كده عشان انا عايزه اعمل شكل ورده. بصوا كرات صغيره بتجمعيها جنب بعضيها كده، هتعمل لك شكل ورده زي ما انت شايفه كده. كرات قد بعضيها وتحطها جنب جنب، ولما تيجي تخمر هي هتمسك في بعضها، مش هتسيب بعضها يعني. ادي اول شكل معانا الكرات. هنا بقى هنعمل الضفيره اللي انتوا شفتوها، تشكيل في منتهى السهوله ومنتهى البساطه. ماشي، 3 كرات ورا بعض فردتهم زي ما انتوا شايفه شرايط كده، وبدات اضفرها زي ضفاير البنات الصغيره. بصي اهي، واحده اتنين، بتفرديها كده بس الكرات تبقى قد بعضها. بتلفيها كده بصي زي الضفيره. هنا معانا الشكل الثالث، هتجيبي واحده كوره زي حجم الليمونه كده وتفرديها زي ما انت شايفه. مش تبدأي تفتحي في التانية فتحات بالسكينة اهي، وتحطيها. بصي طبعا بتحطي في قلبها سكر، السكر ده بيكرملها اصلا، بيخليها من جوه زي ما تكون محشية عسل نحل بيسيح. بصوا الشكل التاني معانا اهو. بصوا دي بقى هعملها زي السندوتش كده، بعمل في قلبها سكر، السكر بيسيح زي العسل، بيبقى زي العسل فيها كده الشكل النهائي بتاعنا. التركية بقى، هتمسكي معلقة زيت ومعلقة مية وفرشة وتدهني المخبوزات من فوق كلها زي ما انت شايفة كده، وتنزلي عليهم بالسكر كده عشان لما تدهني وشها بالمية والزيت السكر بيمسك فيها وبياخد لون وكرملة في الفرن، بتبقى مسكرة وتبقى زي الفل، وبتبقى فيها لمعة كده، بيتاكل حاف.